أنا دلوقتي لو حد خبطني بشومة أو ببلطة أو بأي حاجة في دماغي، في جنب دماغي من هنا أو من هنا، وأغمى عليّا، حصل لي loss of consciousness، وبعد كده هُم فوقوني وحصل لي regain للconsciousness، يعني استعدت وعي تاني، وخلاص قُلت أنا بقيت كويس وما رُحتش كشفت ولا قُلت ليه أنا أغمى عليّا أو كده. هل ده تصرُّف صح؟ طبعًا ده تصرُّف غلط، أنت كده بتودّي نَفْسك في طريق لبيروح ما بيرجعش. ليه؟ عندنا في الطب الحاجة ديّة اسمها epidural hematoma، يعني مثلًا ممكن يكون حصل لك نزيف في المُخ وأنت مش عارف. الفترة ما بين إنك تفقد وعيك loss of consciousness and regain consciousness، إنك تستعيد وعيك تاني، اسمها lucid interval، lucid interval. لو أنت اتكوّن عندك نزيف في المُخ ده أنت مُعرّض كده إن النزيف ده يضغط على أي حاجة في المُخ، أي structure، أي بناء في المُخ، ويسبب لك مشاكل أنت مش قدّها، بل والأدهى من ذلك إنه ممكن يودي بحياتك. فتake care أول ما يحصل لك حاجة زي كده، مثلًا لو لا قدّر الله وحصل لك loss of consciousness ورجعت استعدت وعيك تاني، لازم تروح